فيلمنا بيبدأ في الأمازون مع شجرة دموع القمر، واللي بتكون أوراقها فيها قوة سحرية إنها تشفي أي مرض وتبطل مفعول أي لعنة. وناس كتير حاولوا يوصلوا لها ويلاقوها، وكان أشهرهم حكاية الفاتح أجيرة واللي كان مكرس حياته علشان يلاقي الشجرة. وفي مرة أجيرة كان بيحارب الغابة السحرية اللي بتحمي الشجرة لحد ما بيلاقيه حراس الشجرة. ولما أجيرة بقى في حالة كويسة طلبوا الحراس إنهم يسلموه راس الحربة الحديدية، ودي تبقى المفتاح علشان يلاقوا الشجرة. ولكن الحراس بيرفضوا إنهم يسلموه سبب وجودهم لأجيرة بالسهولة دي، وبيهاجمهم أجيرة ورجاله الفاتحين، ولكن بتصيبهم لعنة سحرية، وهي إنهم يفضلوا عايشين على ضفاف نهر الأمازون، وإنهم ما يعرفوش يهربوا أو يموتوا. وبيكون في واحد في لندن اسمه ماكريجور، وبيبقى عارف أسطورة دموع القمر وبيحكيها وبيوري الناس مكانها على الخريطة، وبيتكلم عن راس الحربة الحديدية في مؤتمر مع علماء آثار، واللي بتكون معاهم راس الحربة، وبيطلب منهم إنهم يسلموها ليه عشان يعمل رحلة استكشافية علشان يلاقوا الشجرة. ولكن ما بيوافقوش، وبتكون ليلي اخته متواجده في المؤتمر، وهي اللي خلت اخوها يعمل المؤتمر ده. بس لما بتلاقي اخوها مش عارف يقنع العلماء بتقرر انها تتصرف بطريقه تانية، واخوها بيتكلم، وبتروح لغرفه الاثار وبتبقى راسمه على دراعها خريطه الطرقات اللي بتودي ليها. ولكن بتقابل في طريقها الامير خواكين، واللي فاكرها انها ماشيه في الطرقه وما بيديهاش اي اهتمام. وبتعرف ليلي انها تفك قفل الباب بتاع غرفه الاثار، وبتتنكر في ملابس راجل من الكشافه عشان ما تلفتش النظر، وبتعرف انها تلاقي الصندوق اللي فيه راس الحربة وبتسرقها. وفي نفس الوقت بيكون خواكين في طريقه للأوضة وبيكون بيدور على راس الحربة، ولكن بيفتح الصندوق اللي موجودة فيه وما بيلاقيش حاجة، وبيلتفت وبيلاقي ليلي بتحاول انها تهرب من الأوضة، فبيؤمر واحد ان هو يوقفها. ولكن ليلي بتعرف انها تتغلب عليهم بذكاء، بس برضه خواكين بيعرف يوقفها في النهاية، وبيخليها متعلقة بسلم بره الشباك. وبيفك خواكين حبل التمدد اللي في السلم، وبيقول لها انها تسلمه راس الحربة لو عايزة تنجو. فبتحتفل ليلي الصندوق وبتنزل من على السلم في باص كبير، وبيكتشف بعدها خواكين ان الصندوق فاضي، وبيحاول العلماء انهم يعتذروا له عن اللي حصل، ولكن خواكين بيكون متعصب وبيقتلهم. بعدها بتجهز ليلي نفسها واخوها علشان الرحله الاستكشافيه لنهر الامازون علشان يلاقوا الشجره، وبيبقى غرضهم انهم يعرفوا يجمعوا ورقها عشان يعالجوا بيه اي مرض موجود في العالم، وبيعرفوا انهم يحددوا مسارهم في النهر. ولكن كل اللي ناقصهم قبطان في مركب، وبيبقى في قبطان اسمه فرانك بيكون متواجد على مركبه، وبياخد معاه فوق بريطاني للسياحه في نهر الامازون. وبتكون المركب حالتها سيئه، وبيبقى فرانك عامل تمثيليه على السياح ان النهر مليان مخاطر علشان ياخد فلوس اكتر منهم، وبيكون مشغل معاه ممثلين وبيعمل حيل عشان يقنع السياح بخطوره الرحله. وبتبقى ليلي واخوها لسه واصلين المدينه اللي بيبقى فرانك فيها، وبيبقى وراهم رجاله خواكين متخفيين عشان يتابعوا تحركات ليلي. وبتبقى ليلي بتدور على القبطان في رحلتها الاستكشافيه، وبتدور على واحد اسمه نيلو اللي بيملك معظم المراكب اللي في المينا. وبيكون نيلو بيتكلم مع فرانك اللي شغال عنده في المينا، وبيطلب نيلو منه ان هو يسدد اللي عليه، ولكن بتكون الفلوس اللي مع فرانك مش مكفيه ان هو يدفع له تكاليف كل حاجه. وبيقرر نيلو ان هو ياخد المحرك بتاع مركب فرانك علشان يدفع. وفي نفس الوقت بتنفصل ليلي عن اخوها في المدينه، وبتوصل لمكتب نيلو، ولكن الباب بيكون مقفول وفي حد جوه. وبيكون فرانك اقتحم المكتب علشان ياخد المفتاح اللي نيلو قافل بيه على محرك مركب فرانك. وبتتكلم ليلي مع فرانك على اساس ان هو نيلو، وبيرد عليها فرانك عشان ليلي ما تقفشوش وهو بيسرق المفتاح. وبتقول ليلي انها محتاجه قبطان عشان يساعدها في رحلتها الاستكشافيه في النهر، وانها معاها فلوس كتيره ممكن تدفعها في المقابل. فبيفتح فرانك الباب بسرعه اول ما بيسمع كلمه فلوس، وبتدخل ليلي المكتب وبتقول عن المكان اللي هي عايزه تروحه. فبيقول لها فرانك ان المكان ده محفوف بالمخاطر، وبيسالها هي عرفت المكان ده ازاي على الخريطه. فبتقول له ان اللي رسم الخريطه واحد اسمه اجيرة فاتح من 400 سنه، والخريطه بتكون بتاعت والدها اللي قال لها على الاسطوره. فبيضحك فرانك وبيعرض عليها رحله مختلفه. فبتاخد ليل بالها ان فرانك بيحاول يداري ان هو بيسرق الصندوق اللي فيه المفتاح في المكتب، وبتفتح ليل الصندوق بمهاراتها. فبيقرر فرانك ان هو يساعدها في رحلتها كرد الجميل، وبيروحوا المطعم عشان يتكلموا فيه عن تفاصيل الرحله والسعر. وبيظهر ماكريجور مع نيلو الحقيقي، فبتودع ليلي فرانك لما بتعرف ان هو كذاب. ولكن فرانك بياخد باله من السلسله اللي ليلي لابساها ومعلقه فيها راس الحربه، فبيفضل فرانك مصمم ان هو اللي يصطحبها في الرحله، وبيخفض جدا من السعر. وفجاه بيقتحم المطعم نمر ضخم، وبيستخبى نيلو وبيهجم النجر على ماكريكول، ولكن فرانك بيوقف النمر وبيتصدى له، وبيخلي النمر يطلع بره وبيجري. وبسبب شجاعه فرانك بتقتنع ليلي بيه، وبتعرف ان هو الراجل المناسب للمهمه، وبتتفق معاه. وبعدها بيروح فرانك البينا عشان يصطحب ليلي واخوها، ولكن ليلي بتتخطف من واحد من سكان المدينه واللي
شغال مع خواكين وبيبحر فرانك مع ماجريجور من رجالة نيلو بعد ما عرف ان فرانك سرق المفتاح. وبتعرف ليلي انها تهرب من القفص اللي هي مخطوفة فيه وبتنط للمركب مع اخوها. وبعدها بيعرف خواكين ان ليلي هربت من رجالته، فبيقرر ان هو يجيب غواصته عشان يطاردهم بيها، وده لانه بيبقى عاوز يوصل لاوراق الشجرة عشان تساعد الجنود الالمان في الحرب العالمية. وبيتضرب نار من الغواصة على مركب فرانك وبيطلق صاروخ عليه، ولكن فرانك بيعرف بمهارة ان هو يتفادى الصاروخ، ولكن الغواصة بتدمر ميناء نيلو كله وكل السفن اللي فيه. وبيبقى فرانك والركاب في طريقهم للشجرة، ولكن ليلي بتكون مبسوطة بكل لحظة في الرحلة وبتفضل تصور كل حاجة حواليها بالكاميرا اللي معاها. وبتصور فرانك كمان، واللي بياخد الكاميرا هو كمان وبيصور بيها ليلي وبيظهر اعجابه بيها، ولكن ما بتدلوش وقت كفاية ان هو يستمتع بوقته. وبتختار طريق في النهر فيه مخاطر كتير اكتر من الطريق التاني، ولكنه اسرع. وبيحاول فرانك انه يخليها ترجع في كلامها، ولكن بسبب الحاحها بيوافق على الطريق التاني. وبالليل بيركن فرانك المركب علشان المحرك يستريح، وبينام ماجريجور وبيفضل فرانك وليلي يتكلموا مع بعض وبيقضوا وقت لطيف مع بعض. ولكن فجأة بيظهرهم ماجريجور وبيجري وراه نمر كبير، بس فرانك برضه بيأمر النمر انه يهدى وبيسمع الكلام. فبتعرف ليلي ان فرانك كان عمل عليهم تمثيلية في المطعم وبتتضايق منه جدا وثقتها فيه بتقل. وساعتها بيكون خواكين بيحاول يوصل لأجيرة والفاتحين الملعونين عشان يوصل من خلالهم للشجرة. ولما بيوصل خواكين لموقعهم بيلاقي جثة أجيرة، فبيرش عليه شوية مية من النهر عشان يصحى، ولكن بيظهر من الجثة تعبان وبيعمل صفقة مع خواكين انه يساعده على الحصول على راس الحربة، وبالتالي هيوصلوا للشجرة السحرية. فبيحرر خواكين الفاتحين وزعيمهم من السجن اللي هم كانوا فيه. وتاني يوم الصبح بيوصل فرانك والركاب في طريق خطير مليان بالصخور، وبيعرف فرانك انه يعدي من خلاله بمهارة. وبعدها بيروح ماجريجور مع فرانك عشان يجيبوا خشب عشان يستخدموه كوقود للمحرك. وبتكتشف ليلي حاجة غريبة، ولما بيرجع فرانك بتكلمه وبتقول له انها لقت نسخ من خريطتها عنده في المركب، وبتفتكره عايز يوصل للشجرة عشان سبب شخصي لنفسه. ولكن فرانك بيقول لها انه كان بيحاول يوصل للشجرة ولكنه فقد الامل. وفجأة بيقع المركب في كمين من قبيلة كان فرانك بيدفع لهم علشان يخوفوا السياح، وبتاخدهم القبيلة للزعيمة. وبيبقى فرانك هو اللي بيترجم بين القبيلة وليلي، وبتطلب ليلي من زعيمة القبيلة انها تترجم الكلام اللي مكتوب على راس الحربة. وبتقول لها الزعيمة ان العلامات دي معناها ان الشخص اللي بيدور على دموع القمر لازم يحول الميه لصخر ويصلح قلب مكسور، وان الشجره لازم تكون تحت القمر وهو بيعيط عشان تطرح طرح مميز، والمفروض ان ده هيحصل خلال يومين. وبتقول كمان عشان يوصلوا للشجره لازم يمشوا ورا الافعى اللي بتعض ديلها. وبتشوف ليلي على الخريطه رسمه الطريق على شكل افعى، وبتعرف ان ده الطريق الصحيح. وبعدها بتفكر ليلي انها تعرف توصل للشجره بمركب صغير من غير مساعده فرانك، وبتقرر انها تدفع لفرانك حقه. ولكن بيظهر أجيرة فاتح بالليل ومعاه اتباعهم ملعونين وبيهاجموا القبيله وبيدوروا على راس الحربه. وبيحاول فرانك وليلي واخوها 3 فاتحين، وبيعرف واحد منهم انه ياخد راس الحربه من رقبه ليلي وبيديها لأجيرة. وبيحاول أجيرة ان هو يمشي بعد ما حصل على اللي هو عايزه، ولكن فرانك بيوقفه وبيحاول ياخد منه راس الحربه، بس أجيرة بيطعنه في صدره وبيقع فرانك من على الاشجار، لكنه بيبقى واخد راس الحربه وبيحدفها في طريقه للوابه ليلي. وبتنقذ زعيمه القبيله ليلي واخوها، وبتقول لهم ان هم ياخدوا راس الحربه ويبعدوا عن ضفاف النهر علشان الفاتحين بيكونوا متواجدين على الضفاف. ولكن لما ليلي بتهرب بيجري وراها تعابين أجيرة وبيمسكوها، بس لما أجيرة بيروح لها بتسحبه الغابه وبتشده للنهر بسبب اللعنه هو ورجالته. وبيتكلم أجيرة مع رجالته وبيعرفوا انهم في حاجه ماسه للمساعده من خواكين عشان يوصلوا لليلي. وبيبعت واحد من الفاتحين نحلي بيتحكم فيهم عشان يوصلوا للي بيحصل مع خواكين. وفي تاني يوم الصبح بتلاقي ليلي فرانك وبتبقى سعيده جدا ان هو لسه عايش. وبيوصل اخوها والزعيمه وبيلاحظوا ان ظهر فرانك في حاجه زي رمح حديدي خارج من ظهره، وبيلاقي فرانك انه مفيش فايده من اخفاء الحقيقه وبيقول لهم انه كان واحد من الفاتحين تحت أجيرة. ولكن قبل ما يعرف ان هو يشرح اي حاجه بتقرر ليلي ان هي تطلع الرمح من صدره وبتسحبه، وبيكون فرانك سليم بعدها. وبيفقد اخوها الوعي من المنظر، وبعدها بتصحي ليلي اخوها عشان تقول له انها تكمل المغامره مع فرانك لوحدها. بيودع الاخوين بعض، وساعتها بيوصل للنحل الخواكين في الغواصه وبيدخل لهم لجوه. وبتقف واحده من النحل على الخريطه وبتقول له على مكان وجود راس الحربه، وبيبقى رجاله خواكين بيتفرجوا على قائدهم وهو بياخد الاوامر من النحله، وبيبقوا
وبيبقوا مستغربين. وبيتكلم فرانك مع ليلي في المركب عن حياته خلال ال 400 سنة اللي فاتوا، وبيقول لها انه كان صديق اكيرا مقرب، وانهم وصلوا للامازون عشان يلاقوا ضبوع القمر، وده عشان اكيرا كان محتاجهم عشان يعالج بيهم بنته اللي بتموت، وان فرانك هو اللي كان بيرسم الخرايط لاكيرا، وان هو اللي رسم الخريطة اللي مع ليلي. وبيقول لها انه وصل هو واكيرا لاعماق الغابة، وقبيلة حراس الشجرة لقوهم وعالجوا رجالته بورق الشجر السحري. وبعدها لما فرانك شاف ان اكيرا يغدر بالقبيلة عشان راس الحربة، بيعرف انه مش هينفع يكون واحد منهم، وبيمنع فرانك اكيرا انه يقتل بنت الزعيم، واللي عرفت انها تهرب من اكيرا ومعاها راس الحربة. وبيقتل اكيرا زعيم القبيلة، بس بيتلعن منه هو ورجالته. وبعد سنين بيتخانق كل شوية فرانك مع اكيرا، لحد ما في مرة فرانك بيعرف ان هو يحبس اكيرا في كهف هو ورجالته، وبيكون الكهف ده بعيد عن النهر وما بتعرفش الغابة انها تشدهم ليها، وبالتالي اتغيرت طبيعة اجسامهم. وبتسأل ليلي فرانك هو عمل ايه خلال اخر 30 سنة في حياته، فبيقول لها ان هو بنى المدينة اللي ليلي قابلته فيها، وعرف ناس كتيرة في طريقه وهو راح يدور على دموع القمر، وانه بنى المركب بتاعه ودور بيه في النهر عن طريق للشجرة. وبعد فشله انه يلاقيها في خلال كل السنين دي، اتجه لمجال السياحة وعمل جولات سياحية في النهر للسياح. وخلال حياته لقى حيوانات ضالة ومنهم النمر اللي معاه، وبيربي الحيوانات دي وبيموتوا، وبيفضل هو عايش بس لان هو ملعون. وفي نفس الوقت بيعرف خواكين ان هو يوصل لباكريجور بالغواصة، وبياخده وبيبتزه للقبيلة بالصواريخ في حالة عدم تعاونه معاه، وبيوريه ماجريجور مكان الشجرة اللي على الخريطة، وبيقتل خواكين النحل عشان ما يعرفوش اكيرا عن مكان الشجرة. وفي نفس الوقت بيكون فرانك في طريقه للشجرة وبيتكلم مع ليلي، وبيقول لها عن السبب ان هو عايز يوصل للشجرة، ان هو عايز يبطل مفعول اللعنة ويموت ويرتاح زي البشر. وتاني يوم بيوصلوا لطريق مسدود في النهر، وبتقول له ليلي انهم وصلوا للنقطة اللي بتتحول فيها المية لصخر زي ما راس الحربة بتقول. فبينط فرانك في المية وبيغوص، وبيلاقي غرفة عتيقة تحت المية، ولكن بتكون فتحة الدخول ضيقة عليه. فبيطلع تاني ليلي وبيقول لها عن اللي لقاه، وانها هي الوحيدة اللي هتعرف تدخلها عشان هي حجمها صغير. وبتكون ليلي خايفة وقلقانة لانها ما بتعرفش تعوم، بس فرانك بيقنعها ان مفيش طريقة تانية، وبيعوموا وبيغوصوا مع بعض. وبتدخل ليلي الأوضة وبتحرك دراعها، ولكن الأوضة بتتقفل عليها. وبعدها بتعرف ليلي إنها تحرك الدراع، وفي نفس الوقت بيتهاجم فرانك من أسماك أكلة اللحوم. وبعدها بينخفض منسوب المية في الخليج، وما بيبقاش في طريقة لخروج ليلي إلا إنها تستنى المية لما تتصفى. وبعدها بيلاقيها فرانك وبيفتكرها إنها ماتت وغرقت، ولكن ليلي بتفوق وبتضربه بالقلم عشان سابها تحت لوحدها. وبياخدوا بالهم إنهم وصلوا لموقع الشجرة السحرية، ولكن بتظهر مشكلة بمجرد ما بتتصفى المية، وبيظهر خواجين بالغواصة، وبيكون معاه ماكريجور كرهينة، ولكن كمان بيكون في نحلة وموتهاش خواكين. وبتهرب وبتروح تقول لأجيرا عن اللي حصل، وبياخد خواكين راس الحربة وبيخلي فرانك يوديهم للشجرة بالمركب بتاعه جوه الكهف. وبيوصلوا للشجرة ولكن شكلها بيكون كأنها ميتة من مئات السنين، وبيأمر خواكين ليلي إنها تخلي الشجرة تطرح، وده عشان هي واحدة من الناس القليلين اللي بيعرفوا يعملوا ده. ولكن ليلي بترفض، وبيقول فرانك إنه هيعمل ده في مقابل ورقة واحدة من الشجرة. وبيوافق خواكين، ولكن بيخلي ماجريجور معاه رهينة، وبياخد فرانك راس الحربة وبيحاول يلاقي طريقة يفتح بيها الشجرة. بس خواكين بيلاقي إن فرانك شكله كده مش هيعرف، وبيخلي ليلي تساعده، وفي المقابل هتاخد الورقة بتاعت فرانك. وبيتعاونوا هما الاتنين عشان يفتحوا الشجرة، ولكن بيكتشفوا ان راس الحربة مش مفتاح، وانها تبقى القلب. وبيعرفوا ان ده القلب المكسور اللي هما لازم يصلحوه، اللي هو مكتوب على راس الحربة. وبيكسروه وبيلاقوا جواه قطعة سحرية، وبيحطوا القطعة في المكان المناسب ليها على الشجرة جنبها القلب المكسور بعد اصلاحه. وفجأة بتظهر الشجرة وبتنور وبتطرح لما بيكتمل نمو الشجرة، ولكن ليلي بتضرب فرانك بمسدس وبيقع في قاع الكهف. وبعدها بيأمر خواجين رجالته انهم يجمعوا اوراق الشجرة قبل لما يختفي ضوء القمر تختفي الاوراق. وفي نفس الوقت بيظهر فرانك اللي بيخلص ماجريجور من قبضة خواكين، وبيستعيد سفينته وبيساعده النمر في ده. وبتطلع نيلي الشجرة وبتاخد ورقة قبل ما ضوء القمر يختفي في لحظة، ولكنها بتقع وبتتعلق بغصن الشجرة. وبيظهر خواكين وبيهددها انها تديله الورقة والا هيقتلها ويقتل اخوها. وفجأة بيقع بيها الغصن وبتنهار الشجرة، وبتمسك ليلي بدراع خواكين عشان تنقذ نفسها، وبتقع منها الورقة وبيلقطها فرانك. فجأة بيظهر أجيرا ورجالته وبيقتل خواكين، وبعدها بيبقوا في طريقهم ان هم يقتلوا ليلي، ولكن فرانك بيعطلهم وبيوريهم ورقة الشجرة اللي معاه وبيخليهم يمشوا وراه. وبيسيب ماجريجور والنمر على أرض الكهف، ومعاهم ليلي اللي بتنط لهم من على الشجرة. وبيعرفوا ان فرانك عايز يدمر المركب وعليها أجيرا ورجالته، ويحطم المركب في الجبل اللي في الكهف. وبيعرف فرانك في طريقه ان هو يحارب الفاتحين ويخلص عليهم، وبيحارب بعدها أجيرا، وبيعرف ان هو يأيد حركة فرانك، وبيطلب منه للمرة الأخيرة انه يسلمه ورقة الشجرة. ولكن فرانك بيكون مديها لماجريجور، وبيتحطم المركب في الجبل
وبيمنع تدفق ميه النهر للكهف، وبتاخد الغابه جيري وفرانك وبتحولهم لصخور، وده لانهم مش عارفين يرجعوا للنهر. وبتروح ليلي لفرانك وبتستخدم الورقه السحريه عشان تشيل بيها اللعنه من على فرانك، وبتتخلى عن حلمها انها تستخدم الورقه في علاج البشريه عشان تنقذ فرانك. ولكن فرانك ما بيحصلوش حاجه، وبتمشي هي واخوها في حزن، وبيبقى النمر مستني فرانك ومش عايز يسيبه. وفجاه بتسمع ليلي صوت زئير النمر وهو فرحان برجوع فرانك، فبتروح ليلي وبترمي نفسها عليه، بتكون مبسوطه. وفجاه بيلاقوا الشجره بتديهم ورقه سحريه تانية، وبيرجعوا للمدينه على باقي حطام المركب بتاعتهم وبيدوها لنيلو. وفي النهايه بيرجعوا لندن ومعاهم فرانك، واللي بيقرر هو وليلي انهم يعيشوا بقى حياتهم مع بعض. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش الشير واللايك والسبسكرايب عشان تشوف كل جديد.